معاكم بسؤال. لو واحده بنت ملياردير وجوزت واحد عادي، يعني لا هو غني قوي ولا هو فقير يعني، بس ما يروحش ليها حاجه يعني اذا كان عنده مليون في البنك هي عندها مليار في البنك مثلا يعني. تاني يوم الصبح قال لها يا حبيبتي احنا مش بقينا جسد واحد؟ قالت له اه طبعا جسد واحد. قال لها عاوزك توصلي معايا للشهر العقاري، تكتبي لي توكيل عام بالتصرف في جميع شؤونك، بنوك، محاميين، اعملي لي توكيل عام. تفتكروا قالت له من عينيا ولا اتقبضت ولا بلمت ولا عملت ايه بالظبط؟ تفتكروا يعني لو الموقف ده حصل وانت امها حتى هتنصحيها بايه؟ لا طبعا، لا طبعا. طب بس خليكم معايا. بعد 30 سنه جواز، هو بقى ما سالش الكلام ده في اول الجواز، بعد 30 سنه جواز قال لها على فكره في امور كتيره قوي محتاجه ان انا اتحرك يمين وشمال، او 35 سنه جواز وانا محتاج معاكي توكيل رسمي عام بكل اموالك. راحت معاه تاني يوم الشهر العقاري ومضت على كل ده. ايه الفرق بين اول يوم وبين بعد 35 سنه؟ وليه اللي كان صعب عليها في اول يوم بقى سهل عليها بعد 35 سنه؟ ايوه هتقول اهو، هتقولوا ها عشان ايه؟ العشره عملت ايه؟ بقت واثقه فيه، لكن في الاول ما كانش فيه ايه؟ عشره، فكان صعب قوي تعملوا توكيل بكل اموالها. لكن بعد 35 سنه قال لها انا محتاج بس توكيل في قضايا الارض بتاعتك. قالت له ده انا هعمل لك توكيل على البنوك والبوسطه وكل حاجه في الدنيا. فرق ما بين اول يوم واخر يوم. سيبوكوا بقى من القصه دي، لان القصه دي مش هو ده الموضوع الروحي اللي انا هتكلم فيه. انا جاي اتكلم في موضوع روحي، انا مش جاي اسالكم في شهر العقار الحقيقه يعني. انا جاي اتكلم في موضوع روحي. ايه الموضوع الروحي؟ هقولها بصوره ثانيه. ابراهيم في اول علاقته مع ربنا كذب كذبتين عشان ينكر علاقته الزيجيه بمين؟ بساره، لانه خاف وكش. وفي اخر ايام عمره ربنا قال له هات ابنك وحيدك اللي بتحبه اللي كنت مستنيه سنين طويله قوي، تعالى اذبحه لي. فسن السكينه عشان يذبح ابنه ويقدمه محرقه. واخدين بالكم من الموقفين متشابهين؟ في الاول ايه عند ابراهيم وفي الاخر ايه عند ابراهيم؟ ايه اللي فرق؟ العلاقه مع ربنا والثقه في ربنا. فانا اختبرته ايام طول. كل اللي انا بقوله ده مقدمه عشان عاوز اكلمكم في موضوع عنوانه حياه الاتكال على الله. الاتكال على الله ما يجيش بزرار. يعني ما اقدرش اقول لك اتكلي على ربنا انت عاتله الهم ليه؟ لان لو قلت لك كده ما هو ده بالظبط الزوج اللي قال لزوجته تعالي بكره اعملي لي توكيل في الشهر العقاري. فالاتكال على الله ما بيجيش خبط لزق، ده بيجي نتيجه عباده واختبار وارتياح وثقه ان هو ده اللي هيسوق حياتي احسن ما انا هسوقها، وهيختار لي احسن ما هختار لنفسي. ما انا في الاول كنت مناكف، في العيد عاوز بابا يجيب لي بومب، عايز بومب مثلا. انا بقول اي كلام يعني. مثلا المصروف بتاع العيد كان 5 قروش ساعتها، عايز اجيب ال5 قروش ايه؟ بومب. بابا يقول لي لا، اتضايق منه قوي زي يقول لي لا. وبعدين قال لي طب انا اجيب لك بقرش بومب وبقرش بومبو وبقرش شوكولاته وات ايفر يعني. فحسيت ان 5 قروش في ايد بابا احلى من ال5 قروش اللي في ايدي. فلما جه العيد اللي بعده اداني 10 قروش، قلت له خليها معاك انت واصرف عليا زي ما انت عايز، لان بقت عندي خبره سابقه وعندي ثقه من خلال معاملات الله الاختباريه خلتني اتكل على الله. عشان كده انا جاي اتكلم معاكم النهارده على الاتكال على الله. هو احنا ليه بيركبنا الهم؟ هو احنا ليه بنشتكي من الغلا ومن الصحه ومن العيال ومن الجيران احنا ليه بنشتكي زي الاطفال؟ هو مش المفروض ان احنا عشنا مع ربنا فتره طويله وبعد العمر ده كله ما بقتش في حاجه تفرق وعرفناه كويس، ولا لسه ما عرفناهوش؟ عشان كده انا هبتدي بالسؤال: ليه الانسان ما بيتكلش على ربنا زي ما المفروض يتكل على ربنا؟ يعني انا متجوزه بقالي 35 سنه، بس جه وقال لي تعالى امضي في الشهر العقاري، قلت له لا انا اسف. طب انت في ال 35 سنه شفتني في يوم غدرت بيك؟ لا. طب انت في ال 35 سنه اللي فاتت شفتني في يوم عملت فيك حاجه؟ لا.
طب ليه مش واثق فيا؟ انا كده ما بثقش فيك وخلاص، عاوز اتكل عليك واسلم لك حياتي؟ لا 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 لا، الكلام ده ما ينفعش. السؤال الاولاني لحضراتكم انتوا اللي هتجاوبوه، ليه الانسان بالرغم من معرفته لله وبالرغم من حياه طويله قضيناها في كنيسه ما وصلناش لسه لكمال التسليم وكلام الاتكال، ولسه بنخاف ولسه بنهتم ولسه بنقلق ولسه بنتعب؟ ليه؟ هو واحد يكون ابوه ملك ومتكل عليه الاتكال ده كله ويخاف ويقلق؟ دي حاجه غلط. كاننا لسه متجوزين ربنا امبارح، مش بقالنا 35 سنه ولا 45 سنه. انتوا فهمتوا السؤال؟ ليه احنا لسه ما بنتكلش على ربنا زي ما المفروض نتكل على ربنا لو احنا فعلا بندعي ان احنا عارفين ربنا؟ سؤال صعب محتاج تفكير قبل ما تجاوبوني. ليه ما بنتكلش على ربنا؟ قله ايمان. الله، بس انا جاي وعارف ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي، عارف ان انا لما بعترف عندي ايمان ان بيتغفر لي خطيتي، عارف ان انا لما بصلي ربنا سامعني، يعني انا مش مؤمن بقى ولا ايه؟ بس انت قلت حته حلوه، الثقه مش على كده، لان الايمان هو ثقه. ها، مش حاسه ان انا مستحق، اصل هو ملوش علاقه باستحقاقك، هو ليه علاقه بطبيعه ابوته انه مش خاين. فبصرف النظر انت وحشه ولا كويسه، الاتكال ده حاجه تاني، لانك انت لو اتكلتي عليه عمره ما هيغسلك. انا هقول لكم اول سبب. عارفين اول سبب ايه؟ دماغي وذاتي العاليه. عارفين زي ايه؟ زي واحده لسه متعلمه سواقه، لسه متعلمه سواقه، يعني لسه بنقول لها اضربي فرامل، شدي مش عارفين، نزلي على رجلك، يعني لسه. واللي قاعد جنبها ده معلم كل العالم السواقه، احسن واحد بيسوق في العالم. فانا ركبت جنبه، هو بيقول لي تسوق انت ولا سوق انا؟ طبعا انا انكسفت نظريا، قلت له ايه؟ سوق انت، ده انت الكبير، ده انت اسمك بابا، ده انت اسمك ربنا، معقوله تبقى انت موجود وانا اسوق حياتي؟ لا اتفضل حضرتك سوق. واول ما ابتدى يسوق ابتدت ذاتي تنقح عليا بقى، انت ليه ما دخلت الصلاح سالم؟ ما احنا اتفقنا انا ربنا لا بس انا شايفه ان منشيه البكري احسن. ما انا اتفقنا انا ربنا، يعني اذا كان جوجل عارف الطرق فانا اللي عملت الطرق انا عملت الانسان اللي عمل الطرق، يعني اهدي شويه. حاسب المطب انا ربنا. طيب ممكن ادي اشاره يمين انا ربنا احنا بنعمل كده، بنقول لربنا تعالى استلم وتعالى شيل، وانا بسبب كبرياء قلبي وذاتي وعقلانيتي، عشان انا فاكر نفسي ان انا بفهم في كل حاجه وعندي خبره سنين وشعري بقى ابيض. انا بتكلم عن نفسي، انتوا شعركم ما بيبيضش خالص، وشعري بقى ابيض، فانا بقى عندي خبره في الحياه، وعلشان كده انا شايف ان انا اللي لازم اسوق. فادبا بقول له انا متكل عليك، لكن واقعيا انا متكل على دراعي ومتكل على دماغي ومتكل على خبراتي، واقعد قدام الناس افتي كده خبراتي في الحياه. على ايه يا حسره؟ ده انا ما اعرفش حاجه، ده انا جاهل واجهل من الجهل قدام علمك يا رب. يعني اعمق عمق للانسان عند الله جهاله يعني زي واحد كده بيقابل واحد زي زويل، بيقول له انت عامل الماجستير بتاعتك في ايه يا زويل؟ قال له في الفيزيكس والماث يعني. قال له انا بعرف اجمع واحد زي واحد يساوي اتنين، يعني احنا الاثنين زي بعض. اوكي ماشي، اذا كنت انت شايفها كده يبقى عمرك ما تتكل على ربنا. فالاتكال على ربنا يتطلب حقيقه ان الانسان لا يفتخر بعلمه ولا يفتخر بذاته، يفتخر بجهله ويفتخر بضعفه. عشان كده بولس الرسول بيقول لما ايقنت كلمه انا ضعيف صرت قوي، لان بقت ضعفي انا اتحط بايد المسيح، فضعفي اتحول من ضعف القوه بالمسيح. عرفتوا ليه ما بنتكلش؟ مش عندنا ايه؟ عندنا ذات وعندنا. نمره اتنين، حاجه تاني بتخلي الاتكال على ربنا ضعيف. اقول لكم بصراحه، مش انتوا بتشتكوا من الغلا؟ كلنا بنشتكي من الغلا، مش كده؟ كله بيشتكي من الغلا، لكن احنا برضو عندنا فلوس، واللي عنده فلوس غير اللي ما عندوش فلوس. ايه الفرق اللي بيننا وبين اللي ما عندوش فلوس؟ اللي ما عندوش فلوس الصياد بيصلي وهو نازل يقول يا رب رزقك ورزق اولادي. اعمل ايه؟ انا برمي الشبكه بتطلع 10 مرات فاضيه، على الاقل عاوز لي 5 6 كيلو كده، كل كيلو بيعه ب 30 جنيه، يبقى جبت 150 جنيه وتكبر خطري. واحد فاتح ورشه نجاره بيقول له ابعت لي يا رب شنكل ولا مسمار ولا ترباس اركبه ولا كالون اغيره. يا رب الموضوع، احد يقول يا رب يا رب يا رب. طب انا عندي معاش بيروح لي في مش عارف مين، وعندي ايه وعندي ايه وعندي ايه وعندي ايه وعندي ذهب يوم ما احتاج. انا مش محتاجه حاجه من حد، يا ريتني كنت محتاج واتكل على الله، احسن ما يكون عندي وما اتكلش على الله. الناس كل امورها لخبطت. فنمره واحد عقلي وذكائي، نمره اتنين امكانياتي واللي عندي.
مين بيقول يا رب كل يوم؟ صدقوني اللي مش عارف بكره هيمشي ازاي، لكن اللي مطمن قوي حاطط بطنه بطيخه صيفي ومأمن نفسه ما مش محتاج ربنا، مش محتاج ربنا. طيب ايه كمان بيخلي الانسان ما بيتكلش على ربنا؟ زي ما انتوا قلتوا، عمق الحياه الاختباريه مع الله ضعيف.